بالعقل كده، هو كان في شيف فرح زمان؟ يعني حد كان بيقول هاتوا الطباخ التركي يعمل لنا محشي عصفور، ولا الكاترينج جاي من فندق 5 معالق؟ لا يا سيدي، زمان عندنا في الصعيد لما يكون في فرح الحكاية كانت تبدأ من أول جرد الأواني. أم العريس تقول هاتوا الحلل يا بنات، اللي عندها قدرة ولا صاج تجيبه، وتلاقي الصف الأول من الحريم واقف زي لجنة التنظيم، وكل واحدة شايلة حاجة. والطبخ، لا مفيش طباخ، كل ست كانت شيف، بس شيف فلاحية من بيته وحبة بركة ورضا ربنا. دي تعمل الرز، ودي المحشي، ودي تعصج اللحمة، ودي تقعد جنب الطنجرة تقول دعاء الطهي اللهم ستر عشان الحلة ما تفرش. وكان لازم في واحدة دايما تتقمص شخصية الشيف الفرنسي وتفضل تقول اللحمة دي لسه عايزة سوا، والنار دي عالية، والنار دي واطية، وهي أصلا ما بتطبخش غير في الفرح. ولما يجي وقت الغدا مش بيقولوا الأكل اتقدم، لا، يقولوا الرجالة جت هاتوا الصحون. يا سلام على أيام زمان، كان الفرح بيبدأ من أوضة المطبخ، واللمة هي الطبخة الأصلية. دلوقتي تيجي تتجوز تلاقي اللي بيطبخ لك واحد لابس جلابية بيضة وطاقية اسمه الشيف سعدون، وانت أصلا ما تعرفوش. بالعقل كده، مش أحلى لما كنا بناكل من إيد خالتك ولا جارتك وكان الطعم فيه حنية؟ والله الطنجرة اللي فيها حب عمرها ما بتفور.